هذه الكلمة من سورة الإسراء كيف تقرأ وما معناها؟ معناها مهم جدا. أما قراءتها فهكذا: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن ذريته. أما معنى لأحتنكن مأخوذ من تحنيك الدابة، وهو أن يشد حبل على وجهها أو أنفها ليسهل قودها، مثل اللجام أو الرسن الذي يجعل في وجه الخيل ليسهل قودها حيث شئت. فتخيل هذا التوعد من إبليس، يعني كأنه يقول: لأجعلن في وجوه بني آدم لجاما أقودهم حيث شئت في معاصي الله سبحانه وتعالى. ولذلك نبهنا الله تعالى في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومع شدة توعده هذا إلا أنه قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، الذين قال الله تعالى عنهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.